بالنسبة لموضوع الفيديو اللي أنا نزلته كنت بتكلم فيه عن المكملات الغذائية المصرية، فعندي توضيحين محتاج أوضحهم عشان ده هيكمل الفيديو اللي فات، لأن للأسف نسيت إن أذكرهم في الفيديو اللي فات. رقم واحد هو إني ماليش أي علاقة بعلبة البروتين اللي الشخص كان ماسكها في أول الفيديو، وده مش خوف من حد، ده توضيحا بس عشان الرؤية كلها تكون واضحة. رقم اتنين ودي أهم حاجة برضو، إن في ناس بتبيع مكملات غذائية مستوردة أصلية موجودة في مصر، ولكن الناس دي تتعدى على صوابع اليد الواحده اللي بيجيبوا مكملات غذائيه مستورده اصليه بجد في مصر. دي حاجه. الحاجه الثالثه بقى ودي اهم حاجه واللي بسببها مصور الفيديو ده اصلا، انا شايف ان في شويه عيال صغيره لسه داخله المجال مفيش من ساعتين، ويا دوب قلعوا الحفاضه ودخلوا المجال فبقوا يصنعوا بروتين. ففكرت كده في الموضوع فقلت ايه المشكله لما اصنع انا كمان بروتين؟ هو الموضوع سبوبه، ايه المشكله؟ ما ناس كتير شغاله من غير تصاريح، يعني ما جاتش عليا، فاهمني؟ والموضوع مش محتاج اكتر من اوضه تحت اي سلم وشويه علب وشويه استيكرات هتطبع بلوجو محترم والكلام ده كله. ولكن المشكله اللي واجهتني ومش عارف احلها، ويا ريت تساعدوني في حل المشكله دي، هو اني مش عارف اسمي المنتج ايه، لاني مش عايز اسميه باسمي، يعني دي مش هتكون حاجه مناسبه لبروتين. فانا عايز اسميه مثلا البروتين الوهمي، الضحك على العقول، النصب المقنن، اهم حاجه السبوبه، يعني عايز اسميه حاجه كده ايه تليق بالكلام ده. والموضوع ده كله مش محتاج اكتر من صفحه وشويه دعايه على السوشيال ميديا وشويه ناس يروح لهم سبوبه كده برضه عشان السبوبه تمشي يروجوا لي المنتج وبس كده، وهبقى تاجر مكملات قد الدنيا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها الفتره الجايه واعملوا حسابكم عليها، انكم هتلاقوا الدقيق واللبن النيدو والكاكاو والحاجات دي ناقصه بشكل كبير في الاسواق المصريه، لان طبعا هكون اخدت الحاجات دي كلها هصنع بيها البروتين، لان انا هصنع لك علبه بروتين يعني بسعر رخيص، فاهمني؟ عشان نعرف نكسب يعني. فاكيد مش هجيب لك بروتين بجد، يعني هجيب لك اي حاجه عبالك في اي علبه واطلع اروج لك ليها وشويه اعلانات وخلصنا، عشان عايزين نعمل السبوبه بقى. ساعدونا كده يا جدعان بالله عليكم، قولوا لي بس ممكن اسمي البروتين ايه؟ عشان فعلا انا محتار في الاسم، اللي انا بقالي اسبوع تقريبا عمال افكر ومش عارف بصراحه يعني اختار اسم. ساعدوني بالله عليكم، بالله عليكم يا جدعان. صباحكم فل وخميسكم سعيد.